عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله للتعامل فائدة للجميع. إن شاء الله حنقرأ سورة الفاتحة سورة الحمد بشكل صحيح، ونوقف على الأخطاء الشائعة حتى إن شاء الله الكل نتعلمها ونلفظها بشكل صحيح، لأنها حتفيدنا بالصلاة اليومية الواجبة وتفيدنا بالطواف، لازم نقرأها بشكل صحيح إن شاء الله. هسه أول شيء حقرأ لكم إياها بشكل صحيح كاملة، وبعدين أرجع مرة ثانية ننوه على الأخطاء الشائعة. طبعا بالصلاة من نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رأسا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. هسه حنرجع آية آية ونقول شنو الأخطاء الشائعة. طبعا بأثناء الصلاة ما نقول صدق الله العلي العظيم، لا، نقرأ رأسا بعدها أي سورة قصيرة. زين عيني. هسه حنرجع من البداية نقول شنو الأخطاء الشائعة بسورة الفاتحة. أول شيء البسملة، نقول بسم الله، الكسرات تشوفون جوا الميم، هنا جوا الميم أكو كسرة، تمام؟ بسم الله يعني نكسرها. الرحماني، أكو بعض الأخطاء يقولون الرحمن، يعني هاي الكسرة يسووها ضمة. الرحمن الرحيم هيش يقرأوها، هاي خطأ، نقول الرحمن الرحيم. زين. هنا أول آية نقول الحمد، هاي الهمزة رأس الصاد الصغيرة همزة الوصل تتحول إلى همزة قطع، نقول نقول الحمد، مو نقول أحمد، لا، هذا اللام يظهر، نقول الحمد لله. هذا لفظ الجلالة هنا نقول لله، شوفون جواه كسرتين، لله، الحمد لله رب العالمين، مو نقول رب. اكو بعض الناس يقولون رب يفتحوها للباء مال رب العالمين، لا، هي مكسورة بالتجديد، نقول رب العالمين نكسرها، تمام؟ نجي على الآية اللي بعدها هم نفس الشيء. بعض الأخطاء اللي يقولون بسملة الرحمن، وهم منا يقولون الرحمن الرحيم، لا، هي الرحماني مكسورة، بس ما نسويها يا من نعطيها وقت هواي نمطها للكسر، لا، نقول الرحمن الرحيم. بعدين نروح مالك يوم الدين. هنا يوم الدين أنا أبغى أسمع بعض اللي يقرؤون يقولون يومه، لا، هي يومي مو يومه، مكسورة الميم. مالك يوم الدين، هنا هذا اللام مال الدين ما نقوله، ما نقول مالك يوم الدين، لا، رأسا لساننا يروح على حرف الدال المشدد، لأن هذا بعده حرف شمسي بعد اللام، فنقول مالك يوم الدين، دين رأسا لساننا من الكسرة مال الميم مال يوم الدين إلى الدال المشددة، تمام؟ هنا هواية أخطاء أغلبية الناس يقرؤون إياك نعبد، كل واحد يقرأها شكل. طبعا الصحيح إياك نعبد ضمتين، مو إياك نعبد، ولا إياك نعبد نكسرها للباء، لا، نقول إياك نعبد، وهاي كلش مهمة، سمعوها للفيديو هذا أكثر من مرة لحد ما إن شاء الله تضبطوها. خلينا نقرأها كلها آية واحدة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعدين نروح همات نفس الشيء، هاي همزة الوصل نقول نسوي همزة قطع، نقول اهدنا، نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط المستقيم، هذا اللام هم من طلعة. هنا صراط الذين أنعمت، طبعا هاي كلمة أنعمت هواي بعض اللي يقرؤون خطيئة ما منتبهين، الهمزة هاي ما ينطقوها، يقولون رأسا صراط الذين أنعمت رأسا عنون، لا، هاي الهمزة لازم نطلعها. أو شي يقولون بشكل سريع يقرأ يقولون أمعمت خطأ، أمعمت، لا، أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم. أكو بعضهم يقولون عليهم خطأ، الهاء مكسورة، عليهم بالكسرة. هنا كلمة غيري يقولون غيره، لا، هي غيري بالكسرة، غير المغضوب عليهم، مو عليهم، عليهم بالكسرة، ولا الضالين. هذا حرف الضاد اللي هو يشبه حرف الصاد. اكو بعض الأخطاء الشائعة ينطقوا ضاء اللي يشبه حرف الطاء، ما نقول ولا الضالين، طلع لساننا اللي قدام، لا،
نودي نصعد لساننا لي فوق وطرف اللسان لي فوق، ونودي لساننا على ناحية اليسار، ونحس يكون اكو انتفاخ بالحلق بالفم اثناء النطق. نقول ولا الضالين، ما نقول ولا الضالين ولا الضالين، لا ولا الضالين. ومن الله التوفيق ان شاء الله. وان شاء الله هم نسجل لكم فيديو ان شاء الله اخر، سورة الاخلاص، سورة قل هو الله احد ان شاء الله. سمعون هذا اكثر من مرة ولا تملون ولا تضوجون. هاي الدقائق ان شاء الله بها فائدة لكم ان شاء الله، لضبط ان شاء الله العمرة وصلاتكم. ومن الله التوفيق، نسألكم الدعاء.